لو معاك اي عمله من العملات السعوديه اللي هنقول عليها داخل الفيديو، فبجد يا حظك يا هناك، جايب لكم النهارده فيديو جديد وتجميعه جديده. بس لو انت ما لقيتش العملات اللي موجوده معاك زي العملات اللي موجوده داخل الفيديو، فتاكد ان العملات اللي موجوده معاك عملات ملهاش اي لازمه، بتتباع بالكيلو، العمله بتبقى من 5 الى 10 15 جنيه بالكتير. اما لو عملتك لقيتها داخل الفيديو، فبجد يا حظك يا هناك، هتجيب فلوس واسعارها كويسه. بس لو انت اول مره لسه بتشوفنا على القناه وما عملتش اشتراك في القناه، فبطلب من حضرتك ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك، فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه. دلوقتي جوه الفيديو الايات القرانيه دي عملات مصنوعه من الكوبر نيكل والنحاس، ولكن سعرها مش غالي، ولكن مطلوبه في السوق المصري عندنا كويس جدا، ولو معاك ناخدها منك. وهي عمله 5 هلالات او قرش واحد، 5 هلالات او قرش واحد. ودي مكتوب عليها الايه القرانيه: ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. ديت وعلى الوجه خالد بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه. سعرها بيبدا من اول 50 جنيه وممكن توصل لحد 200 و250 جنيه. دي بالنسبه للقرش الواحد او ال5 هلالات. ايضا في منها ال10 هلالات، ال10 هلالات اللي هم القرشين. وايضا مكتوب نفس الايه القرانيه: ويطعمون الطعام على حبه، زي ما انتم شايفين، ومصنوعه من الكوبر نيكل والنحاس. وديت يا جماعه لابد ان هي يكون مكتوب عليها الايه القرانيه: ويطعمون الطعام على حبه، مكتوب 10 قروش او 10 هلالات او قرشين. وفي الظهر الثاني خالد بن عبد العزيز ملك المملكه العربيه السعوديه، وشجره النخيل بالاضافه للسيفين. دي سعرها بيبدا من اول 100 جنيه ممكن يوصل لحد 300 جنيه لو وصلت لحاله الانصر. معانا بعد كده الربع ريال او 25 هلله، ولكن مكتوب عليه ايه تانية وهو واطعموا البائس الفقير، واطعموا البائس الفقير. وفي الوجه الاخر فيصل بن عبد العزيز ال سعود، وشجرة النخيل مع الاضافة الى السيفين، ومكتوب عليها ملك المملكة العربية السعودية. سعرها برضو غالية جدا يا جماعة، بيبدأ من اول 100 جنيه ممكن يوصل لحد 300 و 350 جنيه، ومصنوعة من الكوبر نيكل. لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية من أي نوع حتى لو كانت بسيطة. دي بالنسبة لربع ريال أو 25 هللة الآية الكريمة: وأطعموا البائس الفقير. معانا بعد كده نخش على 50 هللة، وأيضا اللي هي الفيصل بن عبد العزيز، ومكتوب عليها: وأطعموا البائس الفقير، نفس الآية القرآنية ولكن 50 هللة لفيصل بن عبد العزيز. وفي الظهر بتاعها مكتوب ملك المملكة العربية السعودية، وموجود شجرة النخيل وموجود السيفين. والوجه لابد ان يكون مكتوب 50 هللة او نص ريال سعودي، ولازم الآية القرآنية: وأطعموا البائس الفقير. سعرها بيبدأ من اول 150 جنيه ممكن تعلى تدريجيا لحد 200 و250 و300 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر اي بدون اي عيوب نهائية. معانا ريال سعودي الآية القرآنية: ويطعمون الطعام على حبه، وهي 100 هللة أو ريال سعودي للملك خالد بن عبد العزيز. وموجود شجرة النخيل والسيفين رمز المملكة العربية السعودية، وموجود ملك المملكة العربية السعودية خالد بن عبد العزيز. دي سعرها غالي يا جماعة، أيضا ومصنوعة من الكوبر نيكل ومن النحاس، ولكن تشتهر بالآية القرآنية: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، لأن هي ديت تذكار. سعرها بيوصل لحد برضه 200 و 300 جنيه، عشان لو أي واحد معاه عملة سعودية وعاوز يعرف قيمتها يعرف قيمتها من خلال الفيديو بتاعنا. طب لو أنت ما شفتش العملة السعودية بتاعتك موجودة في قلب الفيديو، تأكد ان العملة ديت عملة عادية جدا، سعرها بقيمتها فقط. يعني لو نص ريال هتلاقي قيمته نص ريال، ربع ريال هتلاقي قيمته ربع ريال، يعني ربع ريال سعودي. طب لو قيمتها ريال هتلاقيه ريال سعودي سعره من 10 ل 15 جنيه زي ما هو قيمته الحالية في السوق. اما لو لقيت عملة من اللي انا قلت عليها داخل الفيديو دي، تأكد ان عملتك ديت هتجيب سعر كويس الى حد ما. يعني ايه؟ يعني 200 300 400، وفي عملات بتصل ل 1000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر أي بدون أي عيوب نهائية. فبطلب من حضرتك تشجيعا لنا وعشان الفيديو بتاعنا يوصل لكل الناس، ولربما يكون أي حد معاه أي عملة وعاوز يبيعها ويعرف سعرها، تعمل لنا لايك للفيديو وتشجعنا عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس، وتبعت لنا عملات، سواء عملات سعودية أو عملات عربية أو عملات قطرية أو عملات أجنبية أو عملات مصرية تقدر تبعتها. فاعمل لايك للفيديو عشان فيديوهاتنا توصل لكل الناس. ونجيب لكم الفترة الجاية ديت يا جماعة فيديوهات جميلة جدا وعملات نادرة جدا وأسعار كويسة جدا، فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى